ويفضل كلب هوبر يهوهو بصوت عالي، فيتفاجئ جيمي ان تشارلي باضت بيضه، ولما يهوهو الكلب مره تانية بتبيض البطه بيضه تانية، ويلاحظ دولي ان كل ما الكلب يهوهو تبيض تشارلي، وتفكر كيتي انهم ياكلوا البيض بتاع تشارلي، بس بيعترض دولي عشان بيكون عارف ان البطه تعرضت لاشعاع في المعمل، ويقرر دولي انه يدفن البيض في جنينه بيتهم، بس بتقع بيضه منهم على الارض، فيكتشف دولي وجود ذهب في قلب بيضه تشارلي. وتاني يوم بيسال دولي مديره هل ممكن الاشعاع يغير حاله الماده من نوع لنوع، فيقول له المدير ان مفيش مستحيل في العلم. وبعد كده بيروح دولي لمعمل تحليل فلزات ويتاكد ان الماده اللي طلعت من البيضه ذهب نقي، ويحكي دولي لفريد صاحبه عن اللي حصل ويوريه تقرير معمل الفلزات، بس فريد ما بيصدقوش وبيقول عليه بيخرف وبيشك انه شارب حاجه. في الوقت ده بيكون هوبر قاعد في الجنينه وبيشرب عصير عشان ينسى مشاكل شغله في وزاره الماليه، بس بيوصل دولي بعربيته العيانه فتعمل اصوات، فيتخض هوبر ويوقع العصير على نفسه، ويدخل دولي مع فريد البيت ويقول لكيتي مراته ان كل مشاكلهم الماديه اتحل، ويقول لكيتي كمان ان البيض اللي باضته تشارلي امبارح جوه دهب، بس بتكون كيتي بعت تشارلي البطه لواحد صاحب مزرعه يعرفوه. فيركب دولي وفريد العربيه اللي بتطلع اصوات غريبه، فيوقع هوبر العصير مره تانية على نفسه، ويركب جيمي وكيتي معاهم العربيه ويوصلوا للمزرعه، ويقول دولي لصاحب المزرعه انه عايز البطه بتاعته، فيقول لصاحب المزرعه يدور على البطه بتاعته في المزرعه وياخدها، بس بيكتشفوا ان المزرعه فيها بط كتير جدا، فتقعد كيتي وجيمي يندعوا على تشارلي، ويقعد دولي وفريد يهوهوا للبط عشان تشارلي تبيض بيضه فيعرفوها، بس بيخرج البط من الحظيره وينزل البحيره، فيحاول دولي وفريد يرجعوا البط للحظيره مره تانية. في الوقت ده بيزهق جيمي ويمشي، فتمشي وراه تشارلي، فيفرح جيمي ويندى على دولي وفريد وكيتي، وبيكون دولي عايز يتاكد انها فعلا تشارلي، فيقعد دولي يهوهو لها لغايه لما تبيض بيضه، ويكسر دولي البيضه قدام فريد عشان فريد يتاكد ان دولي كلامه صح ولسه عاقل وما اتجننش.